هذه قصة واحد شايب سعودي، قصة حقيقية والله العظيم، وقدي آخر فيديو ونزلها على هذا الوسط. قال لكم هذا الشايب السعودي كان معه قطع غيار وورشة، فجاب يمني يشتغل معه، اشتغل مع اليمني 3 سنين ورجع فتح له ورشة ثانية. جلس في الورشة الثانية هذه كان يبز قطع غيار ويصلح ويشتغل وإيجارات لا عنده وكذا. جلس مدري كم فترة وفحط 87 و 88 ألف، هرب. ذا الحين هذا الشايب السعودي السادة له إن 30 المليون اليمني مثل هذاك اللي فحط. أنا لحد الحين وعاد أنا شغال معه وأشوفه معاملته، ويعني هو إنسان محترم والنعم فيه، بس إنه مستحيل إنه يوثق فيك ولا يأمن لك، خلاص لأنه أخذ نظرة عن 30 مليون. فإحنا بنقول لكم هكذا إنسان بذيء لو طلع يمثلني ويمثل 30 مليون العالم كله والوطن العربي كله وشرق آسيا وغرب آسيا حتى الأجانب يقولوا هم مثل هذا، 30 المليون لسانهم مثل هذا. وأنا ما أقبل إنه يمثلني ولا يمثل أبي ولا يمثل أخوالي ولا يمثل أعمامي، ففعلت واجبي وتحياتي لكم. وعلى ما أظن قد كفينا وزيادة، قد الناس كلهم دروا به، اللي كان ما دري على قولة اللي يشتري ما يتفرق واللي ما يتفرق يشتري، وعلي الحلال إنه كلام واقعي. انتهى الكلام.